الست المصرية مهما حاولت تشغل دماغها على جوزها مش هتعرف تعمل كده، لأن في الآخر جوزها هيكون أذكى منها بالفهلوة. يعني مثلا مراتي النهاردة بعتت لي رسالة على الواتساب وبتقول لي هات كريم الشعر والشامبو من الصيدلية، وانت خارج هات عشاء من السوبر ماركت علشان صاحبتك سارة عندنا وبتسلم عليك. فأنا استغربت وقلت لها سارة مين دي؟ قالت لي يا عم بهزر، كنت بتأكد بس إنك بتقرأ الرسايل، متنساش بقى تجيب اللي قلت لك عليه. فهمت إنها بتشتغلني وقررت إني مش هسيب حقي، فقلت لها أنا بس استغربت علشان سارة قاعدة جنبي في العربية. قالت لي إيه انت بتهزر وايه الكلام اللي بتقوله ده وانتوا فين دلوقتي؟ قلت لها اهو خلصنا شغل ورايحين الصيدليه سوا. مراتي اتجننت هنا وقالت لي لما توصل خليك عندك وما تتحركش من مكانك علشان انا جايالك. ولما وصلت قدام الصيدليه اتصلت عليا وقالت لي انت فين يا بني ادم؟ قلت لها انا سهران في الشغل النهارده يا حبيبتي، وطالما انت هناك هاتي الحاجات اللي عايزاها معاكي بالمره، وهاتي لي مكانه حلاقه علشان ابقى نضيف لما اشوف ساره. انا عملت كده بصراحه علشان استفزها اكتر واعلمها الادب، ومن ساعتها وهي مش عايزه ترد عليا ولا تكلمني، مش عارف ليه. هو انا عملت حاجه غلط مثلا علشان تعمل معايا كده؟